يا مساء الفل او صباح الفل على حسب انت بتشوف الفيديو امتى وفين. اتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي تبقى SAP Business One Consultant او ايه الحاجات اللي انت هتحتاج تذاكرها او تعرفها. في الفيديو ده انا عايز اقول برضو على نصيحة تانية نسيت اقولها في الفيديو اللي فات، الا وهي الاكاونتنج. لازم تذاكر اكاونتنج، البيزكس بتاعت الاكاونتنج. ولما بقول بيزكس يعني لازم تبقى فاهم يعني ايه تشارت اوف اكاونتس، شجرة حسابات، بروفيت اند لوس، بالانس شيت، ريبورت، ايجنج، ايه الكريدت والديبت، ايه هي الجورنال انتريز وازاي بتأثر. لازم تبقى فاهم الحاجات دي. فثلاث حاجات: تذاكر سبلاي تشين مانجمنت، تذاكر الكورس بتاع اي سي بي بزنس 1، تذاكر اكاونتنج. لو ذاكرت الثلاث حاجات دول انت هتبقى في حتة تانية. وذاكر عشان تبقى فاهم، لان كلمة كونسلتنت دي صعبة قوي 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 تبقى شايلها على كتفك وانت ما عندكش الفهم الكافي للثلاث حاجات دول. فذاكر وبالتوفيق. لو في اي اسئلة في الكومنتس، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان الحاجات دي بتخلي الواحد كده يتشجع ويكمل ان شاء الله. شكرا وبالتوفيق.